ده واحد راكن العربيه بتاعته تحت شجره، ولما رجع لقاها زي ما احنا شايفين كده بالظبط. غلطه عمره انه ما كانش عارف الشجره اللي راكن تحتيها. البيه الاستاذ المتعلم المتنور اللي عنده عربيه بيضاء راح راكن تحت شجره شيري، والزهره بتاعت الشيري لونها زي ما احنا شايفين كده، لونها بينك. وازهار الشيري لو انتم مش عارفين بتختلف عن باقي الزهور ان الالوان بتاعتها مش ثابته، يعني بتبجع اي حاجه تنزل عليها. تخيل بقى حظ راجل مجندل ان العربيه بتاعته بيضاء وراكن تحت شجره شيري، واليوم كان مندي شويه، اللي هو حرفيا تعتبر العربيه بتاعته اتنجعت في الشيري. زي ما احنا شفنا في الفيديو كده وبيحاول يمسح البقعه بصوابعه مش طالعه. الموضوع هيطلع بس هياخد منه مصاريف شويه، وطبعا تجربه مش لطيفه انك تكون راجل وراكب عربيه عليها بقع بينك كده. خلينا نتفق ان اشجار الشيري حلوه وشكلها لذيذ جدا، بس مش لدرجه انك تركن تحتيها، وخاصه لو العربيه بتاعتك فاتحه. اخواتي في الله، طبعا انتوا عارفين ان دي مشاكل العالم الاول. احنا في الوطن العربي ملناش دعوه بالكلام ده خالص. في الوطن العربي غالبا مش هتلاقي شجره، ولو لقيت شجر هتلاقي شجره بتاع زينه اللي اصلا ما بيزهرش. اخرك وكبيرك ممكن عصفوره تعمل بتبيع على الكبوت بتاعك. الموضوع سهل وبسيط ان شاء الله، ما تقلقوش وما تعولوش هم. اركن براحتك في اي حته، ما تقلقش لو انت في الوطن العربي. انما اخواتي وحبايبي الموجودين في امريكا، قبل ما تركن تحت اي شجره بص في الاول انت بتركن فين.